في القرن العشرين لقينا راسنا اخترعنا واحد الحاجة ما عمرنا فكرنا أننا نقدروا نصنعوها، لدرجة قلنا هذا هو مستقبلنا، هذا هو الضو ديالنا، الانترنت. هو فعلا صدق دابا هو الضو ديالنا، ما نقدروش نتنفسوا بلا بيه. كي ضحكنا كي قربنا مع بعضياتنا كي غششنا شي بعض المرات، ولكن في الخفاء كيدير شي حوايج خصنا نعرفوها. طيب قتل متسلسلين، أعضاء ديال بنادم، فيروسات كتدمر الدول، منوضين حرب غير في الانترنت وصافي. هاد الجهة الخطيرة في الانترنت كتعتبر غير 0.01% من الانترنت كامل. عليها واخيرا سميناها سمية واعرة، دارك ويب. اليوم ماشي غير نقول لك المواقع اللي كاينين في ديك الدارك ويب ولا شحال، اليوم غنقول لك من الاول علاش الدارك ويب مفيد. The dark web itself isn't a marketplace. حيت كون ما كانش الدارك ويب راه دابا حنا ميتين. هذا الفيديو واعر بزاف. اول حاجه نشرح لكم بعدا شنو الفرق بين الدارك ويب والديب ويب، حيت هما بجوج راهم مختلفين بزاف. دارك ويب ماشي هو الديب ويب، غنبسط لك. نعتبروا هذا هو الانترنت مقسم لثلاثه ديال الطوابق. كاين السيرفر ويب هو اللي فيه جوجل، يوتيوب، سناب شات، المهم داكشي اللي كنستعملوه ديما، وهذا اللي تحت منه هو الديب ويب، واللي تحت منه عاود هو الدارك ويب. الديب ويب هو بحال تخيل انك مشيتي للطبيب وباش يسجلوا البيانات ديالك في داك الموقع ديال ديك المستشفى، يقول لك عطينا لا كارت ناسيونال ديالك ولا سميتك النمره ديالك، ولكن اللي يقدر يدخل لداك الموقع غير الطبيب وغير الناس اللي خدامين في داك المستشفى. هذاك كيتسمى ديب ويب، هذاك الموقع من الديب ويب. مثال اخر، ميساجات اللي كيجيوك في الايميل ولا في نمرتك في الواتساب ولا انستغرام ديالك، هذوك كلهم ديب ويب، حيت هذوك ممكن تشوفهم غير انت، هذوك خاصين بك غير انت. ما يمكنش تمشي لجوجل وتكتب ميساجات ديال الايميل اللي تصيفطوا للناس، يمكنش، ما غيطلع لك والو، هذوك خاص بيا. عليه الديب ويب كيتشكل 90% من الانترنت، فهذاك هو الديب ويب ديالي. توضحات. والسيرفر ويب كيتشكل 9.99% من الانترنت. اوكي شحال بقات؟ 9.99 زائد 90% بقات 0.01%. 0.01% كلها بقات في هاد البلاصة اللي هو داير عليه فيديو كامل وهاد الروينة كاملة شنو كاين تماك، اللي هو بسببه قدرنا نعرفوا منين جات كورونا، واللي هو بسببه قدرت تدمر دول الاقتصاد ديالها. كون ما كانش هاد 0.01% كون ما عمرنا نعرفوا اخبار ديال الحروب اللي واقعين دابا. عليها نبداو التاريخ ديال الدارك ويب. قبل ما نبداو كلشي 84% ما دايرش سبسكرايب، كتفرج فيا كل نهار وما كديرش سبسكرايب. الله يهديك. وباش نعرفوا شنو كيكون تماك خاص ضروري بعدا نعرفوا كيفاش جات الانترنت. عليها غنمشيو لامريكا وفي الوقيته ديال الحرب البارده، فاش كان امريكا الاتحاد السوفيتي كيدابزوا على شنو هي اقوى دوله غير في الخفاء، ما كاين لا عسكر لا حتى حاجه. انايا كتصنع حاجه واعره وانت كتصنع حاجه واعر مني، نشوفوا شكون اللي غيربح في التالي. عليها امريكان جابت واحد الفكره عبقريه. كانوا الجنود ديال الميريكان كيجدوا واحد الصعوبه بزاف تواصلوا بيناتهم، خصوصا الا كان داك الجندي بعيد على الدوله ديالو خاصو يتواصل مع الجندي اللي كاين في الميريكان. ففاش كيبغيو يتواصلوا بيناتهم خاص تمشي واحد الغواصه ولا شي واحد يتكلف ولا غيصيفط ميساج حتى لداك الجندي اللي كاين تماك. هاد العاده طويل لاش على قالوا خصنا شي حاجه اللي يخليونا نتواصلوا بين الجندي والاخر غير دايخ في الزربن. خصنا ضروري نصنعوا شي حاجه اللي خاص قربنا لداك الجندي اللي اصلا كاين في بلاصتنا. عليها اختاروا واحد الوسيله اللي كيتراسلوا بها مع بعضياتهم، وهاد الوسيله هي الانترنت. يعني في الاول كانت الانترنت غير اختراع كيساعد الجنود يتواصلوا بيناتهم دغيا بالرسائل.
فمع الوقت الامريكان عجبها البلان بزاف، تختارعت هادشي كامل وظف. قالوا عرفتي شنو، باش نبينوا للعالم باننا حنا اقوى دوله في العالم ما فيها باس هاد الناس يستعملوا هاد الاختراع، هم يتراسلوا بيناتهم وكذا وغيعجبهم بلان وغيعترفوا بينا باننا حنا اقوى دوله في العالم. وداك الشيء اللي وقع، انترنت دريزيا ولا كيوصل للعامه. ولكن مع الوقت بداو كيبانوا عليه مشاكل بزاف، حيت ما تنساوش الهدف الرئيسي ديال الانترنت كان هو يسهل التواصل بين الجنود ويتراسلوا بيناتهم ويتراسلوا البيانات المعلومات بيناتهم، ولكن في السر حتى حد ما غيعرف. ودابا مع كاع الناس ولا عندهم هذا الاختراع كلهم كيتراسلوا بيناتهم، ولا هادشي ما فيش كاع السريه، وليتي انت تكتب ميساج كتطلع لك ميريكان عندها صاروخ نووي كبير غيطيح دابا ولا هكا خديجه صيفطات لفاطمه السلام لاباس حبيبه كلشي مزيان، يولي كلشي عارف بلي انه خديجه صيفطات لفاطمه السلام حبيبه لاباس سي الرئيس الامريكان. خصنا نديرو شي حل ضروري. شوف الرئيس الامريكان هذا المشكل قال حنا اللي خسر عنا الانترنت ياك وحنا اللي نشرناه للناس ياك، علاش عاوتاني ما نخترعوش انترنت ديالنا غير حنا راسنا، وهذاك الانترنت اللي خسر عنا قبل ونشرناه للناس خليوه غير الناس، وهذاك الانترنت اللي غنصنعوه دابا غيولي غير ديالنا حنا خاص بينا حنا. وعرفتي نسميوه شي سميه واعره بزاف، نسميوه دارك ويب. راه كنقول لك كنجيب لك شي حوايج راه ما عليه. انا ما يمكنليش نحط انا فيديو كل نهار بحيث راني كنقلب باش نجيب لكم شي حوايج اللي ما دايرات كاع، قليل الناس اللي يدويو عليهم. الله يكثر خيركم خليني نخدم. يعني الدارك ويب في الاول تصوب غير الحكومه والرؤساء والدول صافي، يعني صافي انا سرت القصه. هذا هو الدارك ويب. نمشيو بحال الناس كون كانت شي حاجه غير بحال هكا راه ما نديرش كاع الفيديو، راه كاين شي حاجه ما كفس راه بزاف، حيت حتى حاجه ما بيرفكت. اي حاجه كتخرج بيرفكت تالي كيطراو فيها شي مشاكل، وهاد المشاكل هو اللي دارهم هاد خونا هذا. My name is Edward Snowden. هاد خونا دار واحد البلان اللي غيخلي الدارك ويب بلاصه مرعبه. بالتالي هاد خونا دماغ ديال بصح، حيت بسبب الذكاء ديالو قدر يخلي عنده بلاصه في المخابرات الامريكيه ويخدم تماك. وباش تخدم في المخابرات الامريكيه عرف راسك بلي راك واحد. داز الوقت هاد خونا بدا خدام عادي كلشي مزيان ومتكتك صالير مزيان. فواحد النهار قالوا له المخابرات الامريكيه بغات تنتقل لسويسرا تخدم تماك، وهو خونا فرح قال سويسرا بلاصه تماك الراتب مزيان، خدمه مزيانه، داكشي واعر. كمل الخدمه ديالو كلشي مزيان، ولكن كان معصب بزاف حيت كانوا كيتعاملوا معاه خايب ومن الفوق ما كانوش كاع كيخلصوه مزيان. خونا قال عرفتي شنو، طفح الكي غنبلبلها غنرونها غنفرق. عرفتي شنو قال له راسو؟ قال لراسو غنفرج كاع المعلومات ديال الميريكان للدول كله. غنصيب كاع المعلومات ديال الميريكان للدول الاخرين. ولكن تصبر كيفاش؟ الا صيفط المعلومات راه غيعرفوه من وجهه. اسمح لي نسيت ما قلت لك بانه في الدارك ويب تصيفط شي ميساج حتى حد ما غيعرفك، حتى حد ما غيعرف الهويه ديالك، حتى حد ما غيعرفك فين ساكن. غتصيفط ميساج غتبان انكوني من عند شخص مجهول ما عرفوش. عليها فين ما كنتي الا صيفطتي ميساج في الدارك ويب حتى حد ما غيعرفك وما غيعرف الهويه ديالك. عليها هذه مصيبه كبيره. خونا بدا كيجمع المعلومات ديال الميريكان فيوز بي وبدا كيصيفطهم للصحفيين ديال الدول الاخرين. والمشكله انه حتى حد من الصحفيين ما تيقوا وحتى حد ما تقتنع، واخا انه عطاهم معلومات سطحيه على الميريكان، معلومات هكا خفيفه شي تيقوا واخا هكاك ما تيقوش الا صحفي واحد من الشينوا. انا عارفك ما غتسولش هذا السؤال ديال علاش بالضبط هاد الصحفي من الشينوا هو اللي تيقو، لكن انا غنجاوبك. في ديك الوقيته الشينوا كانت في تطور رهيب واعره بزاف، كانت اقتصاديا طالعه بالجهد، ولكن كان عندها حزب شيوعي. وبما انه راك عارف انه امريكا ضد الشيوعيه كانت كتكره الصين وكتبغى تطيح، واش الصين راها ضد من الشيوعيه. عليها الحلم ديالها هي تدمر الامريكان. فاش هاد الصحفي شاف هاد خونا كيدوي على معلومات، عنده شي معلومات عن الميريكان خطيره وبغى يفرشهم وكذا، قال ما خاسر والو، غنتيقوا وغناخذ هاد المعلومات. الا كانوا بصح ديال الميريكان استكاتك سبكاتك، الا ما كانتش ما خاسرين والو، عادي غنكمل انايا الخدمه ديالي. وراكم عارفين بلي هذوك المعلومات راه بصح الصين عندها سلاح
كبير على الميريكان. اوكي نبقاو مع داك الصحفي وداك خونا. قال له الصحفي واخا تلاقاني في شنغهاي غتعطيني داك اليوز بي ولا واحد يشد طريقه. وداك الشيء اللي طرا. خونا مشى لشنغهاي عطاه اليوز بي واتحد مشى في الاخر كل واحد مشى في طريقه. وداك الوقت ضروري كانت الصين خاصها تضرب ميريكان شي ضربه اللي تطيحها، وديك الضربه جات حتى بين يديها. كاع دوك المعلومات فرشهم داك الصحفي وكاع الناس عرفوا هاد المعلومات. Snowden, who leaked thousands of classified documents online in 2013, is wanted by the U.S. on espionage charges and faces up to 30 years in prison if convicted. المعلومات اللي كانوا في داك اليوز بي انه الميريكان كتجسس على اي واحد، كتجسس على صورة الناس، فيديوهات الناس، اوديوات الناس، اي حاجه تصيفطات في داك الانترنت ميريكان كتعرفو هي الاولى. وهذا الشيء كامل درتو الميريكان باش تعرف اراء الناس وباش كتفكر الناس باش تستخدم داك الشيء في اختراعات ديالها وتبقى هي اقوى دوله في العالم. فاش الناس عرفوا هاد المعلومات خلعوا بزاف، حيت في ديك الوقيته اول مره الناس كيسمعوا المعلومات ان الانترنت ما فيهاش خصوصيه ودارت باش يتجسس عليهم. تخيل عامل واحد كان في المخابرات حتى حد ما عرفوا باللي سرب هاد المعلومات وهو السبب ديال هاد الروينه كامله وهاد البلبله كامله اللي وقع في العالم بسبب الدارك ويب. ولكن بما انكم عارفين انه الميريكان هي اللي صوبت ديك الدارك ويب، عرفاتو دغيا، عرفات داك خونا هو اللي فرشها عليها، قطعت كاع الفيزات ديالو، قطعت كاع لاكارت بونكيرات ديالو كلهم باش ما يهربش. واخا هكا حيت هاد خونا عاون الصين دارت له اقامه تماك وعاوناتو باش يهرب لروسيا. فاش بوتين عرف انه هاد خونا كاين في روسيا قال هاد الشيء. داز الوقت وبسبب القصه ديال هاد خونا كاع الناس عرفت بزاف على هاد الاختراع وعرفت بالضبط شنو هو الدارك ويب. وبما انه قلت الناس فالناس عارفين باللي فيهم الزوين وفيهم الخايب. اللي بغيت نوصل لك انه هاد الناس الخايبين فاش عرفوا البلان ديال الدارك ويب ماشي تخلعوا بحال الناس العاديين، ولكن فكروا في حاجات اخرين. من بين دوك الناس ايديت شاف القصه ديال هاد خونا وقال عرفتي شنو، انا غندير الخير في حاجه شريره. إيديت ديما كان كيسول سؤال واحد، علاش المخدرات ممنوعه، علاش كتمنع؟ وبالنسبه ليه المخدرات ما خصهاش كاع تمنع حيت راها كتقلل من الجرائم. البنادم اللي مبلي بالمخدرات الا ما تعطاش المخدرات يقدر يدير الروينه والبلبله للناس قبل هذوك المخدرات. وهذا الشيء كامل اللي قالوا غلط حيت المخدرات اخطر حاجه في العالم. فاش عرف إيديت فكرة ديال هاد الدارك ويب قال غنصوب انا موقع في هاد الدارك ويب باش يحميني وما يعرفوش الهويه ديالي وغنبيع فيه المخدرات، ولكن ما غناخذش فلوس ملموسه هكا وراق، حيت الا خديت فلوس ملموسه هكا وراق ميريكان غتعرف انني خديت فلوس من الدارك ويب وغيكشفوني. عليه غنولي نبيع مخدرات مقابل فلوس رقميه وبالضبط مقابل بيتكوين، حيت في ديك الوقيته البيتكوين كانت القيمه ديالو غادا وكتطلع وغيدخل فلوس بزاف بلا ما تشوفوا الدوله. وهنا بدا التجاره ديالو وبدا اول موقع في العالم ديال الدارك ويب سيلك رود. ولا كل شيء عنده المخدرات اللي بغاها توصل حتى للدار. لدرجة انه هذا موقع ديال الدارك ويب ولاو كيدويو عليه في الانترنت العادي. Silk Road user threatened to reveal the identities of thousands of others. Silk Road was a website selling drugs. It's essentially an online marketplace. Silk Road. Silk Road. Silk Road. قوة الشهرة ديالو الحكومة الأمريكية وصلها البلان وعاقت بأنه هذا الموقع من الدارك ويب. منين عرفت بأنه اللي مصوبه مجهول الهوية، يعني خونا داير هاد الشيء كامل وهاد البلبله كامله دارك ويب. بزاف الناس اللي ما مبليينش بالمخدرات تعصبوا من الحكومه، وانتم كتشوفوا هاد الشيء كامل واقع ما كديروا حتى حاجه. ياك نتوما اللي اخترعتوا الدارك ويب وديروا شي حاجه، ولكن بصح امريكا ما قادره دير والو وما غدير والو حيت هاد الشيء راه واقع في الدارك ويب. ولا بغات تحيد هاد الموقع خاص تحيد الدارك ويب كله، وما يمكنش حيت هي كتستعمل الدارك ويب وداك الشيء معقد اصلا. الا بغيتي تفاي الدارك ويب وهاد الشيء كامل المشكله حتى الا بغينا نشدو هاد خونا ما عارفينش الهويه ديالو. يعني كاين خيار واحد، نشدو هاد خونا وبالبيسي ديالو محلول.
ما علينا، بداو كينتظروا غير فرصه اللي يفتح فيها بيسي ويعرفوه. ولكن خونا كان مطور، كان عارف الاخبار، عارف بلي هادشي غيتشهر، غيبغيو يقلبوا عليها حتى هو طفى على الموقع كاع زعما بيسي. ولكن لقاو القبض على المساعد ديالو، دوه المساعد ديالو اعترف وقال كل شيء شكون مول الموقع، ولكن خاص ضروري يشدوا داك مول الموقع وهو فاتح داك الموقع. وداكشي اللي وقع، خونا ما صبرش، افتح وهما شدوه هو في المكتبه فاتح بيس، وحكموا عليه 90 عام، يعني المؤبد وصافي. واخا هكاك خونا ما نادمش، ناس جاو من جهته وتاثروا وجاو هذا الحكم 90 عام باللي قاصحه شويه. وهنا بعض الناس قرروا يكملوا داكشي اللي بدا ايديت. بنادم بدا كيتعلم كيف يصوب مواقع في الدارك ويب، وبنادم كيعلم اخر، والاخر كيعلم الاخر، كلشي ولا متعلم. هل اللي صوب موقع باش يبيع الاسلحه، هل اللي صوب موقع باش يبيع الفيزات المزوره، كاين اللي وحدين مشاو بعيد ولاو كيصوبوا مواقع كيبيعوا فيهم فيديوهات ديال اغتصاب، ديال الضرب، ديال التعذيب، ولا حتى كيبيعوا اعضاء بنادم. مشاو بعيد بزاف، كيستاجروا فيه حتى قتله متسلسلين. والمشكله هي اصعب حاجه ما يمكنلكش كاع تعرف الهويه ديال هاد البنادم اللي صوب هاد الموقع، الله لا عرفتيه بالرب. واللي بغيت نقول لك عاوتاني، ماشي غير البنادم اللي كيدير هاد الشر كاع في الدارك ويب، حتى الدول دايرين مكبر. دوينا بزاف على الدارك ويب من ناحيه الشر، ولكن جهه اخرى مفيد بزاف، حيت كون ما كانش هو راه ما عرفناش بانه من الصين دات كورونا، وبانه كاينه كورونا. الاخبار اللي كاينه في غزه ما غنعرفوش، الاخبار اللي وقعوا في الحروب بين اوكرانيا وروسيا. كيف جات الشيء؟ من حيث الدول كتصيفط معلومات دارك ويب على الحروب واخر مستجدات ديال الحروب، اللي ها الا جينا نقولوا بانه الاصل ديال الدارك ويب ماشي خايب، لكن كان في الاول اللي باش يساعد الدول. ايوا الدارك ويب دار باش يخبي علينا كل شيء، ساعه عرفنا كل شيء. الا بقات شويه من القهوه ديالك عطيها لي.